لا نقبل الإساءة للدول العربية. نظام الأسد هو نظام ساقط منذ عام 2013. داعش في العراق ساهمت في استفزاز مشاعر الأقليات، وروسيا تخلت عن جميع الأنظمة السابقة. الآن 3 أشهر أو أكثر النظام السوري لم يعطي أجور العاملين. بعد رمضان بإذن الله سوف يكون للشعب السوري كريم. إلى من تعود تبعية داعش؟ هناك كثير من التسويق الإعلامي على أن أمريكا هي من صنعت داعش لتحقيق مكاسب اقتصادية ومكاسب سياسية. أمريكا بغنى عن داعش لتحقيق مكاسب اقتصادية. أمريكا هي النظام العالمي، هي رأس النظام العالمي، وهي بغنى عن مجموعات إرهابية لتحقق مكاسب سياسية. إنما داعش أوجدت وتم صناعتها بحرفية عالية وانتقاء اسم أميرها أو خليفتها أيضا بعناية فائقة لاحتواء المسلمين السنة ولإجهاض بداية لإجهاض الثورة العراقية. عندما عجز المالكي عن إجهاض الثورة العراقية ظهرت داعش كحصان طروادة ودخلت في المجتمع المظلوم بذريعة حمايته، من ثم فتكت به. ما قتلته داعش من المجتمع السني في العراق يعادل 3 أضعاف ما كان المالكي يطمح إليه. قتلت من عشيرة البونمر السنية، عشيرة البوفهد السنية الآلاف. صبغت الثورة العراقية بصبغة الإرهاب. كانت أمريكا، الضغط الأمريكي على المالكي قائم على ضرورة المصالحة السياسية وإقامة حكومة وطنية، وما كان للمالكي أن يخرج من هذا المأزق إلا من خلال صبغ الخصم بصبغة الإرهاب، وكانت داعش كفيلة بهذا الأمر. المالكي عندما قام الكونغرس الأمريكي، أعضاء من الكونغرس الأمريكي وأفراد من العشائر العراقية بالمطالبة بمحاكمة المالكي، قبيل استقالة المالكي بشهرين قام المالكي بإفراغ الموصل وتسليمها لداعش. السلاح التي استلمته داعش في المحافظات التي انسحب منها الجيش العراقي كفيل بتسليح 200,000 مقاتل من المعدات الثقيلة، بما في ذلك الطيران، المدفعية، الدبابات، عدا عما تركه الجيش العراقي من أموال في البنوك ما يعادل $1 مليار من ذهب وأموال عينية، عدا الآثار. الهدف الثاني من داعش أيضا في العراق عززت موقف المالكي الذي عاد إلى الصفوف الخلفية. نعم، هو انسحب من الصف الأمامي ولكنه عاد في الصفوف الخلفية. داعش هي المشحذ الذي تشحذ عليه إيران الحشد الشعبي. من خلال داعش تم تشكيل حشد شعبي وتم دمج حتى الشيعة في العراق، قسم منهم مثل مقتدى الصدر، السيد مقتدى الصدر، السيد الصرخي الحسني، هؤلاء انتفضوا ضد السياسة الإيرانية. فداعش كانت المبرر لإخراس أو إسكات هؤلاء، هذا الصوت العربي الأصيل. أيضا داعش في العراق ساهمت في استفزاز مشاعر الأقليات ودفعهم باتجاه السياسة الإيرانية مثل الآشوريين والأيزيديين. كان لداعش دور كبير في إعادة إنتاج الأنساق الطائفية الإيرانية الموالية لإيران في العراق، أعادت إنتاجهم إلى الصف الأول، والآن تعمل على دفعهم باتجاه التحالف مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. هذه إذا أردت أن تعرف من المستفيد من داعش، انظر من الذي يحقق نتائج إيجابية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. هذا داعش في العراق. داعش في سوريا الآن، عندما كانت استراتيجية المعارضة في بداية الثورة أنه تحرير المناطق التي فيها ثروات من أجل تمويل الثورة، دخلت داعش وسيطرت على مناطق الثروات. داعش لو كانت هي ضد النظام السوري، لماذا قتلت أبناء عشيرة شيطات السنية؟ لماذا تحارب الكرد السنة؟ لماذا تقاتل المسيحيين؟ لماذا تهدد أوروبا ودول الخليج وأمريكا؟ لماذا داعش لا تبعد عنها؟ الآن نحن لسنا بصدد التحريض، ولكن هو تساؤل. لماذا داعش لا تقوم بضرب المواقع الشيعية الاستراتيجية في العراق؟ لماذا داعش لا تقوم بضرب المواقع الاستراتيجية للنظام السوري؟ أو نبل الزهراء الآن في حلب لا تبعد عن مارع سوى 7 كيلومتر. داعش تقاتل في مارع وتقتل الجيش الحر وتقتل العشائر، ولكنها لا تقاتل الشيعة.
داعش هي إحدى أهداف داعش أيضا عدا تشكيل الحشد الشعبي في العراق. الآن هي تقوم بتشكيل حشد شعبي في سوريا، ما يسمى جيش الدفاع الوطني الذي يستخدمه النظام السوري. أكبر دليل على ذلك أنه عندما قالت لونا الشبل، عندما طالب نظام الأسد أهلا الدروز بالانضمام إلى الحراك المسلح في التصدي للجيش الحر، ورفض أهلا الدروز هذا الموقف، ما كان من لونا الشبل إلا تصريح مباشر للدروز: إن لم تلتحقوا بنظام الأسد وتجندوا أبنائكم للدفاع عن نظام الأسد سوف تدخل داعش إليكم. وخلال 4 أيام كانت داعش على مشارف السويداء. هذا دليل كبير جدا على أن داعش هي جزء من محور الشر. داعش الآن تنقسم، يختلط الأمر على كثير من المتابعين، أنه الآن حسب ما نرى بالإعلام أن الذي يقوم بالتفجير هو سني، الذي يقوم بالإعلام هو سني، الذي يقطع الرؤوس هو سني. يستخدمون أحاديث ابن تيمية، يستخدمون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يستخدمون آيات من القرآن. هم يستخدمون هذه الاستخدامات السياسية لتشويه الدين الإسلامي ولإثبات أن السنة غير أهل لإدارة الدولة في العراق وسوريا، وإذا سقط النظام الموالي لإيران في العراق وسوريا سوف تكون هناك كارثة عالمية على مستوى العالم من قبل المسلمين السنة. بالإضافة إلى ذلك داعش من إحدى أهدافها قلنا الحشد الشعبي في العراق وإعادة إنتاج النظام السياسي الموالي لإيران، تشكيل حشد شعبي في سوريا بما يسمى جيش الدفاع الوطني، وإيجاد مبرر لدخول حزب الله وإضعاف خصوم حزب الله على الساحة اللبنانية. الآن مثلا السيد علي الأمين وأنصاره، السيد الطفيلي وأنصاره من شيعة لبنان المحترمين الذين نجلهم ونقدرهم، قوى 14 آذار تشكل عامل ضغط سياسي على حزب الله. فلا بد من هذا الضغط أن يتم إقصاءه، لا يتم إقصاءه إلا من خلال داعش. الحكومة اللبنانية أخذت سياسة النأي بالنفس في الأزمة السورية، كان لابد من الضغط على الحكومة اللبنانية واستدراج الجيش اللبناني إلى تحالف مع النظام السوري من خلال إدخال داعش أو ترهيب اللبنانيين بداعش. قلنا في البداية أن داعش هي 3 دول وليس دولة. الدولة الظاهرة وهي العبيد ودولة المغررين، هذا تستخدمه إيران في الإعلام وهم من أبناء السنة. أيضا هناك نقطة ثالثة في هذه الدولة الظاهرة، هناك المخابرات التي تقوم بالإعدامات الميدانية وتوجيه الأوامر المباشرة بالتحرك التكتيكي وليس الاستراتيجي. وهناك دولة ثانية في داعش هي الدولة العميقة التي ترسم والاستراتيجيات الاستشرافية والخطط البديلة. الآن لو لاحظنا في الإعلام، لو تابعنا في الإعلام داعش لوجدناها هي سنية تقوم بثورة سنية، ولكن هذا الأمر غير صحيح. هم يستخدمون أبناء السنة، يستدرجونهم من أوروبا ومن أمريكا ومن دول الخليج العربي ويضعونهم أمام الإعلام. داعش في بدايتها عندما كان بعض أعضاء القاعدة معتقلين في سجن أبو غريب، دخل إليهم، هذه حادثة مشهورة وقد تحدث بها بعض المشقين عن داعش، دخل إليهم مجموعة من المعتقلين اعتقلهم النظام المالكي، وكانوا هؤلاء يتلقون العذاب بشكل يومي وبشكل كبير. عندما يسألهم هؤلاء الأمراء لماذا تتلقون العذاب؟ يقولون نحن من الدولة الإسلامية. طبعا الدولة الإسلامية لم تكن قد ظهرت في وقتها، ولكن هم كانوا يحضرون لها. يقولون لهم نحن في الدولة الإسلامية، يسألونهم ما الدولة الإسلامية؟ يقولون هذه الدولة الإسلامية قامت ودحرت الاحتلال الأمريكي ودحرت التواجد الإيراني، وهي الآن تخوض حرب شرسة ضد العلمانيين وضد الليبراليين الصليبيين السوريين المعروفين بما يسمى الجيش الحر، والعشائر التي المعروفة بما يسمى الصحوات والمعارضة الصليبية.
فكانوا يقوموا بعملية غسل أدمغة للمعتقلين، وبشروهم بأنه سوف تقوم الدولة الإسلامية باقتحام سجن أبو غريب وتحريره. وفعلا حدث هذا، وعندما حررتهم قامت باستخدام هؤلاء الأمراء لقيادة المعارك وهم مفصولين عن الواقع، مفصولين عما يحدث، لا يعلمون ماذا يحدث على أرض الواقع. الآن أيضا الدولة الإسلامية قامت في تدمر بتحرير السجناء، ومن ثم قامت بمفاوضات لبنان على بعض سجنائها واستخدام بعض السجناء أيضا في نفس المعركة، أنه نحن معركتنا ضد الصليبية وضد الكفار وضد المرتدين الذين يدعمون نظام الأسد. وهؤلاء سجناء منذ عشرات السنين لا يدركون ماذا يحدث في الخارج، تقوم باستخدامهم ووضعهم في الصف الأول كوقود للمعركة. إذن نعود ونقول أن الدولة الإسلامية داعش هي ثلاث دول ظاهرة وهي العبيد والمغرر بهم، دولة خفية وهي التي تقوم بتجنيد الأفراد وبالإعدامات الميدانية وبإصدار الأوامر المباشرة التكتيكية، ودولة عميقة هي التي تقوم بصياغة والاستراتيجيات الاستشرافية وتصدير الثورة الإسلامية إلى بلاد أوروبا، أو بداية من الخليج إلى أوروبا وأمريكا. بالنسبة للأحداث التركية الأخيرة السياسية وحزب العدالة والتنمية، وربما يتصور البعض أنها قد تؤثر سلبا على مجريات الأحداث في سوريا. هذا الأمر إن شاء الله لن يكون، ولكن ربما تشكل عامل ضغط على حكومة أردوغان في سبيل التنازل قليلا عن طموحاته التي أضرت كثيرا بالثورة السورية وأعطت المد لإيران. الآن ما يحدث في المناطق السورية من تهجير على الحدود التركية هي جاءت متزامنة مع أحداث تركيا السياسية لتشكل عامل ضغط على أردوغان. يعني نحن الآن كمجتمع سوري يهمنا الصديق الداعم لنا، يهمنا زيادة عدد الأصدقاء، يهمنا الدور التركي الداعم للثورة السورية، لكن نختلف ربما في بعض الجزئيات مع حزب العدالة والتنمية، هو في تصدير الثورة الإسلامية أو في الضغط على بعض الحكومات العربية الصديقة لنا. نتمنى الآن ما حدث في تركيا أن يكون رسالة لحزب العدالة والتنمية في مراجعة سياساته، في إعادة التوازن والتحالفات مع الدول العربية التي تشكل هي محور الخير، الدول التي احتضنت الإخوان المسلمين. يعني عندنا مثل الأردن هو كان الحاضن للإخوان المسلمين، لولا الأردن الإخوان المسلمين فتك بهم حافظ أسد. الإمارات العربية كانت حاضنة للإخوان المسلمين، لم تقصر هذه الدول في دعم الإخوان المسلمين عندما كانوا مظلومين. عندما هذه الدول تقوم بدعم الإخوان المسلمين ليس لتحقيق مكاسب سياسية، إنما تقوم لنصرة هذا الشعب المظلوم. نحن نتمنى أن تكون هذه الأحداث قد غيرت في سياسة تركيا، ومتأكدين أيضا أنها قد غيرت في السياسة التركية، وإن لم تغير وبقيت تركيا في هذا الاتجاه والإخوان المسلمين في هذا الاتجاه، فإن المعارضة التركية سوف يكون لها دور أكبر، الأكراد سوف يكون لهم دور أكبر، سوف يكون للعشائر العربية أيضا كلمتها في هذا الخصوص. نحن لا نقبل الإساءة للدول العربية، نحن عمقنا العربي نحترمه ولن نتخلى عنه مع احترامنا لعمقنا الإسلامي المتمثل بتركيا، ولكن لن نقبل أبدا أن تأخذ تركيا دور الضغط على الدول العربية لفرض الهيمنة الإخوانية. الإخوان جزء من المجتمع العربي، عليهم أن يفهموا هذا الأمر ويدركوا هذا الأمر ويتعاملوا مع هذا الواقع السياسي الجديد، أن لا حزب يحكم بشكل مطلق. روسيا ليس لديها صديق أو حليف دائم. هل سيحدث تغيير في الموقف الروسي باتجاه نظام الأسد إذا ما حصلت على تعهدات تحفظ لها مصالحها؟ نعم، روسيا تخلت عن جميع الأنظمة السابقة. لاحظنا هذا الأمر في العراق، لاحظنا هذا الأمر في ليبيا. هي نظام مزاودات ومزايدات، تطرح حليفها على طاولة المزايدات من أجل تحقيق مكاسب لها.
ما يربط روسيا في سوريا هي نظام مصالح يربطها المصالح في سوريا، قاعدتها في طرطوس تؤمن لها توفر لها الكثير في تصدير الغاز إلى أوروبا، فإذا ما ضمنت هذا الأمر هي مستعدة للتنازل. وقد لاحظنا هذا الأمر أن روسيا أبدت تغيير سياسي، لاحظناه في عاصفة الحزم عندما تحركت السعودية تجاه العصابات الحوثيين والمخلوع. لاحظنا أن روسيا لم تتخذ حق الفيتو لإيقاف هذه الحرب ضد هذه العصابات. أيضا لاحظنا أن روسيا الآن بدأت تجري رعاياها في سوريا، وهذا أمر أيضا يشير إلى أن روسيا بدأت تدرك تماما أن لا مصلحة لها مع نظام الأسد رغم بعض الحراك السياسي المحدود. فمصلحة روسيا إن كانت روسيا تعول على النظام السوري، هي تدرك تماما أن النظام السوري قد سقط، وأن الشعوب هي الباقية، الأنظمة زائلة في طبيعة الحال، ولا أحد يستطيع أن يتحدى إرادة الشعوب. هل النظام السوري في مرحلة انهيار اقتصادي؟ نعم، النظام السوري في مرحلة انهيار اقتصادي. العملة السورية انهارت تماما. الآن منذ 3 أشهر أو أكثر النظام السوري لم يعطي أجور العاملين في الحكومة السورية ولا في الجيش السوري ولا حتى في الميليشيات المرتزقة. أصبح هناك عجز اقتصادي، خاصة عندما طلب النظام السوري مبلغ 100 مليار دولار من روسيا التي رفضت إعطائه هذا المبلغ. هذه إشارات كبيرة جدا على انهيار النظام السوري. النظام السوري الآن انتقل إلى من خلال ميليشياته ومن خلال تحديدا داعش إلى نظام المافيات في تصدير المخدرات، تجارة المخدرات وتجارة الآثار. يحاول أن يمول هذه المعركة من خلال هذه التجارة عن طريق داعش بطريقة غير شرعية. أيضا داعش لها دور في مصادرة الممتلكات العامة للشعب السوري، مصادرة المصانع، مصادرة. هو يستخدم الآن داعش بعدة أوجه: الوجه الشيوعي، الوجه النازي، الوجه الستاليني، الوجه حتى نيرون، يعني يستخدم هذه الاستراتيجية في حرق سوريا من خلال داعش، من خلال السرقة. هناك عصابات كثيرة من خلال الخطف، هو يعتمد مسألة الخطف ولكن لا يعتمدها بشكل مباشر، إنما من خلال العصابات ينسبها إلى المجتمع السوري، والمجتمع السوري منها براء، يقومون باختطاف رجال أعمال وتحديدا من أبناء الأقليات، يساومون أهاليهم عليهم بدفع جزية مالية، فدية مالية تصل إلى ملايين الدولارات. هذه إحدى أيضا وسائل التنمية الاقتصادية أو التمويل الاقتصادي بالنسبة للنظام السوري. النظام السوري تحول من نظام دولة مؤسساتية إلى نظام عصابات ومافيات. هو مجرد ظهور إعلامي لا أكثر، يحاول من خلال الإعلام أن يصدر للعالم، للرأي العام السوري والإقليمي والدولي، أنه نظام مؤسساتي، ولكن على الواقع، على أرض الواقع، الأمور مختلفة تماما. هو يعني يعتمد السرقة، يعتمد السلب، يعتمد النهب. لاحظنا في المناطق التي دخل إليها الجيش النظامي في مرحلة من المراحل باتوا يسرقون حتى الدجاج، يسرقون حتى الدجاج. فأي جيش هذا وأي دولة مؤسساتية هذه التي تمارس سياسة الثعلب، احنا نسميه الحصني، جيش أسد يسرق دجاج. فهو نظام منهار، نظام أصبح نظام مافيات. بالنسبة لحقول النفط التي كان يسيطر عليها النظام، الآن داعش تولت إدارة هذه الحقول وإدارة تصدير منتجات هذه الحقول وإدارة تدوير الإنتاج أو المرابح لصالح جيب النظام السوري. هو بعدما فرض عليه حصار اقتصادي وعلى مؤسساته في الداخل والخارج، استخدم نظام المافيات من خلال داعش تبع في السوق السوداء إعادة تدوير المنتج. ولكن هذا الأمر أيضا بات مكشوفا ولا يغطي خسائره الكبيرة ولا يغطي نفقات الحرب. الآن هو يستخدم المجتمع السوري، انتقل إلى مرحلة استخدام المجتمع السوري بالقوة بسيف داعش لتجنيدهم تجنيد إجباري. إيران طبعا هي أفقرت الشعب السوري منذ تولي خامنئي. نظام خامنئي منذ البداية عمل على صناعة الميليشيات الإرهابية وتجويع الشعب الإيراني. الآن النظام الإيراني وبرنامجه النووي الذي صرف عليه مئات المليارات من الدولارات
هو فيما هب الريح، والذي جاء على حساب إفقار الشعب الإيراني. نسبة الفقر في إيران كبيرة جدا، تتجاوز 60% تحت مستوى خط الفقر. الآن إيران أيضا أدخلت المنطقة وجميع مواليها في حالة من الدمار الشامل، استخدمتهم في محرقة. الآن الشعب الإيراني نتيجة هذه السلوكيات وانهيار العملة الإيرانية وانهيار الاقتصاد الإيراني والسياسة الإيرانية، الشعب الإيراني في ثورة ديمقراطية مقبلة من داخل إيران. وبدأنا نلاحظ الحراك الآن هي تعتمد على المناطق العربية المحتلتها في انعاش اقتصادها مثل الأحواز. والآن هناك حراك ثوري في الأحواز، هناك حراك في بلوشستان، هناك حراك في مهاباد الكردية، هناك ثورة داخلية تتفجر داخل إيران، والمعارضة الإيرانية الصديقة لنا التي نحترمها وندعمها بكل قوانا والتي لها احترام دولي وعربي، هي سائرة في اتجاه تحرير الشعب الإيراني من نظام الملالي، من هذه المؤسسة التي اتخذت من الدين غطاء لها لتشويه الدين وللقضاء على الشعوب الديمقراطية والشعوب التي تسعى إلى التحرر. بالنسبة لثقتنا أن نظام الأسد هل يسقط أم لا، وما هي نسبة ثقتنا، نظام الأسد هو نظام ساقط منذ عام 2013، وهو الآن يعيش على المحمل الطائفي ويعيش على المحمل الإرهابي. نسبة السقوط كبيرة جدا، 100%. لا يوجد نظام ديكتاتوري في العالم. فعل هتلر الأفاعيل، فعل نيرون الأفاعيل، فعل ستالين الأفاعيل، ولكن لم يستمر. كان يعني في بداية الأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الطاغية فرعون استخدم كل الوسائل والسبل بما في ذلك السحر وغلبه طفل ألا وهو موسى. الآن النظام السوري هو إعادة لحالة فرعون، ومهما بلغ سوف يسقط، والشعب السوري ماضي في التحرر. لنا تواصل حتى مع المؤيدين من النظام السوري، هناك كثير من المؤيدين للنظام السوري ينتظرون اللحظة المناسبة. هناك كثير من أحفاد صالح العلي من العلويين أنفسهم يتواصلون معنا وينتظرون اللحظة الحاسمة للانقضاض على هذا النظام الذي تبرأ منه جميع العالم، تبرأ منه العالم. يعني الآن النظام السوري إذا تقول هو من ضمن النظام العالمي ينكره، النظام الإسلامي ينكره، النظام العربي ينكره، حتى طائفته العلوية تنكره، بل حتى عائلته تنكره. والدليل على ذلك أن من عائلة الأسد ضد نظام الأسد. هو نظام شمولي، نظام ديكتاتوري إرهابي، الأنظمة زائلة والشعوب هي الباقية، والانتصارات قريبة جدا بإذن الله. بعد رمضان بإذن الله سوف يكون للشعب السوري كلمته. نحن لا نقبل الإساءة للدول العربية. نظام الأسد هو نظام ساقط منذ عام 2013. داعش في العراق ساهمت في استفزاز مشاعر الأقليات، وروسيا تخلت عن جميع الأنظمة السابقة. الآن 3 أشهر أو أكثر النظام السوري لم يعطي أجور العاملين. بعد رمضان بإذن الله سوف يكون للشعب السوري كلمة.